تعالوا بقى بينا نعمل ايه قرص بالملبن. هي مهياش قرص طرية بس طعمها تحفة. جهزنا بقى عندنا المكونات الملبن وجهزنا والسمنة عندنا، نحط معلقتين سمنة ومكملة عليهم ايه بالزيت. حابة تحط زيت بس حطي براحتك. وعندي البيكنج باودر شيف كيك ده، ومجهزة كوباية اللبن الدافي وحاطة معلقة من الخميرة. يلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. وهنبدأ نحط الدقيق بتاعنا. حطينا 3 كوبايات من المج الشاي ده زي ما احنا شايفين، بقولك ده المج اللي انا ايه عايرت بيه. 3 كوبايات. شعرة من الملح كده او ربع معلقة ملح. حط كمان معلقتين من السكر اهو زي ما احنا شايفين، معلقتين سكر. ومعلقة صغيرة كده بتاعت الشاي، معلقة ايه بيكنج باودر. واقلب بقى المكونات كلها الجافة مع بعضها. وهننزل بقى بالسمنة. نزلت بالسمنة والزيت خلاص. ابدأ بقى ايه ابس بقى الايه الدقيق كله، اخلي الدقيق كله يتخلل السمنة بتاعت لحد ما ايه ما اخليه بقى عامل زي الايه حبات الرمل كده، كل الدقيق اتخلل ايه السمنة. طبعا زي ما احنا شايفين في المخابز دلوقتي القرص بقت غالية نار. القرصة تيجي تجيبيها يا ب3 جنيه، او في مخابز بتباع عندنا ب4 جنيه. ليه؟ عشان ايه؟ ده شوية دقيق وحبة سمنة او زيت وبتعمليهم بتعجنيهم بتبقى زي الفل. شايفين اهو بقت كلها ايه الدقيق كله متغلف بالسمنة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بقى باللبن اللي هو والخميرة. هبدأ بقى ايه اقلبهم مع بعض واعجنهم. حطيت برضو ايه معلقتين دقيق كده، حسيت انها طرية. ولو لقيتيها ناشفة ممكن تزودي شوية لبن دافيين، يعني انت اللي بتقدري تتحكمي في الحاجة. خلاص هسيبها بقى ايه ترتاح شوية كده. طبعا التخمير في الصيف بتتخمر الحاجة بسرعة وغطيتها. التخمير في الصيف غير التخمير في الشتاء. في الصيف الحاجة بتخمر في ثواني، يعني يا دوبك ربع ساعة كده على بال ما جهزت الصواني وجهزت الحاجة لقيتها ايه اتخمر خلاص. وبرضو بتركنيها في الصينية وبتسيبيها برضو ايه ترتاح كده، بتبص تلاقيها بتختمر اهي. وفي الوقت ده بقى ايه انا مولعة الفرن. وحتة الملبن جوه العجينة زي ما احنا شايفين اهو. المها بقى بسم الله ما شاء الله. واضغط عليها كده. طلعت طعمها جميل جميل. مع كوباية شاي بقى الصبح كده، مع كوباية شاي بلبن. وطبعا المدارس اهي على الابواب خلاص، كلها شهر اهي والمدارس هتبدأ. يجي العيل يجي الصبح ايه عايز يفطر، بدل ما اقعد اعمل سندوتشات ولا حاجة، لا ده بتبقى جاهزة. وممكن بدل الملبن ده ممكن احشيها برضو جبنة. ان شاء الله باذن الله برضو هبقى اعمل لكم ايه فيديو على القرص الطرية. ممكن تحشيها برضو جبنة بدل الملبن. بس ساعات الواحد بيبقى نفسه في حاجة حلوة الصبح ايه، لا القرصة بالملبن كده طعمها جميل.
وطبعا الصينية انا مش دهنها ولا زيت ولا دهنها اي حاجة، لان طبعا القرص معجونة بالزيت وبالسمن، فمش محتاجة يعني. خلصهم بقى اهو. الصينية خدت ايه 6 قرصات. اكمل بقى الكمية كلها، اجيب صينية تانية. بقولك شوف العجينة ملبن ملبن تحفة. كانت جميلة 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 والله ما شاء الله في ايدي، طرية وزي الفل. بس طبعا طريقة القرص الطرية بتبقى مش زي دي، بنضيف لها حاجات تانية. نضيف لها ممكن زبادي، إيه، لبن رايب. دي طبعا ايه، انا قلت حاجة ايه على السريع كده، واقتصادية وحاجات موجودة في كل بيت. الدقيق وشوية السمنة، مفيش بيت مفيش فيه سمنة او زيت. وشوية الدقيق، عايزة ممكن تعمليها سادة، تعمليها سادة عادي، ممكن تحطي فيها شوية سكر، يعني مش شرط الملبن ده. الملبن ده كان عندي في قلب التلاجة ومش عارفة اعمل بيه ايه، قلت طب ما اقوم اعمل بيه قرصتين كده. وما خدتش والله حاجة، ولا وقت ولا مجهود. بسم الله ما شاء الله. خلصت اهو، وجبت بقى شوية لبن وحط عليهم فانيليا. انتي عاملة القرص حاجة حلوة، حشيها حاجة حلوة، يبقى اللبن يبقى عليه فانيليا. عاملة البيض، يعني لو هتعملي بقى صفار بيض ولا حاجة هتحط عليه ايه، فانيليا. لو هتعمليه بيض ومثلا انت حشياه جبنة وكده، لا ما احطش فانيليا، احط ايه، احط خل. ده لو الحاجة اللي انت حشياها حاشية جبنة، حاشية بقى لحمة مفرومة. دي الصينية التانية برضه هندهن وشها. ممكن كنت تجيبي برضو صفار البيض، ممكن صفار البيضة واحط عليها شوية فانيليا وادهن الوش، بيطلع بقى اللون بتاعها بيبقى احمر يعني غامق وجميل. شوف شكلها بقى في الفرن بسم الله ما شاء الله. وكده بقى بعد ما طلعت اهي، هي لسه طالعة من الفرن سخنة تحفة. سخنة والله ما كنت قادرة اشيلها، سخنة نار. شايفين الظهر بتاعها روعة، اللون والسوى تحفة. بسم الله ما شاء الله، وريحتها جميل. بنت حتى ما استنتش كلت منها حته، فقلت لها نصور من جوه. الملبن سايح ونايح جواه، والطعم روعه. شايفين الملبن سايح جواها ازاي، بسم الله ما شاء الله. انا خلصت بقى كده ايه الكميه كلها اهي. والكميه عندنا كلها اهي. يلا قومي تشجعي بقى واعملي حاجات سهله وبسيطه وتحفه. وفي قلب كيس بقى بعد ما تبرد خالص بروح عينهم في قلب الكيس وايه وقافله عليهم. واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامن وحفظ، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشوفوا بقى الايه لاخر الفيديو، وما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس امرا. ولا تنسوني بالدعاء.